السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. يلا نبدأ المشكلة اللي جاية لنا. ازيك يا عبد الرحمن؟ أنا شاب عندي 20 سنة. أنا من وأنا صغير كنت معروف إني شاطر. المدرسين كانوا دايما يمدحوني وأهلي كلهم كانوا فخورين بيا. بابا كان يقول قدام الناس ابني ده هيرفع راسنا، ابني دوا هيرفع راسنا. وماما كانت دايما تفضل توري درجاتي لكل قرايبنا. انا كنت مبسوط وحاسس اني فعلا هبقى حاجة كبيرة. لكن لما دخلت الكلية حياتي اخدت سكة تانية. في البداية كنت ملتزم لحد ما اتعرفت على شلة من الشباب. كانوا بيضحكوا وبيهزروا وبيخلوني احس اني مش لوحدي. بدأوا يقولوا لي يا عم ما تذاكرش النهاردة، تعالى نخرج. في الاول كنت متردد بس قلت مرة مش هتأثر. المشكلة ان المرة دي بقت عادة. اول مرة جابولي سجاير كنت مرعوب، قلت انا عمري ما هعمل كده. لكن واحد فيهم ضحك وقال لي انت جبان ولا ايه؟ جرب مش هتخسر حاجة. مسكت السيجارة ولما دخنتها حسيت اني عملت حاجة غلط، بس حاولت اقنع نفسي انها حاجة عادية. من اليوم ده لقيت نفسي دخلت سكة مش عارف اخرج منها. بقيت ارجع البيت متأخر كل يوم. ماما بتقعد مستنية وقلقانة وانا ازعق واقول انت مكبرة الموضوع ليه؟ بابا مرة وقفني وقال لي انت اتغيرت. ساعتها اتخنقنا جامد وخرجت من البيت وانا مقهور، واقنعت نفسي ان هما مش فاهميني، مع ان الحقيقة ان هما كانوا شايفين اني بضيع. المذاكرة اللي كانت حياتي خلاص راحت. امتحاناتي جت وانا تقريبا ما فتحتش كتاب. دخلت اللجنة والورقة قدامي بيضة. قعدت ابص حواليا والدموع في عيني، مش عارف اكتب ايه، وحسيت اني حرفيا بضيع مستقبلي بايديا. النتيجة بقت صدمة، سقطت. اليوم ده ما يتنسيش. بابا مسك النتيجة وبصلي بعيون كلها خيبة وقال لي انت فين درجاتك اللي كانت حلمي؟ الكلمة دي قتلتني من جوه. حسيت اني جرحت انسان طول عمره سندي. ماما ما قالتش ولا كلمة بس دموعها نزلت وهي بتخبي وشها عني. والله دمعتها كانت اقسى عليا من اي كلمة. واللي زاد الطين بلة صحابي اللي ضيعوني اختفوا. محدش فيهم كلمني ولا حتى سأل عليا. عرفت انهم كانوا مجرد وهم، كانوا بيجروني معاهم في السكة دي ولما وقعت سابوني. انا دلوقتي عايش كل يوم بندم. ببص في المراية مش بلاقي الشاب اللي كان بيحلم ويجتهد. بنام على دموعي واصحى على نفس الاحساس، قهر ندم وضياع. نفسي ارجع زي زمان، نفسي ابقى الشاطر اللي اهلي يفتخروا بيه، نفسي اثبت اني انا اللي كان منور لسه عايش جوايا. عبد الرحمن، سؤالي ليك ازاي اقدر ابدأ من جديد بعد الغلطة الكبيرة دي؟ وازاي استرجع ثقة اهلي اللي خسرتها واثبت لهم اني انا لسه موجود؟ طبعا دي مشكلة بيعاني منها شباب وبنات كتير، ألا وهم أصحاب السوء. الشاب في البداية يكون ماشي ستريت في طريق مستقيم، وفجأة يطلع له صحاب، يصاحب صحاب، يتلم على شلة فاسدة، يتلم على شلة سيئة. أوبا، جروه في طريق هو مش طريقه. فأصبح الشاب اللي متفوق أو الشخص اللي متفوق بقي يمشي في طريق مش طريقه. بدل ما بيذاكر بقي ما يذاكرش، بدل ما كان مجتهد بقي مش مجتهد، بدل ما كان متفوق بقي مش متفوق. كان مستقيم ويعرف ربنا وبيصلي، أصبح بيشرب سجاير وبيعمل حاجات سيئة وشايفها إنها صح. أنا عايزك أول حاجة تقطع علاقتك بأي صاحب سوء أو صديق سوء. أي حد من صحابك صاحب سوء أو صاحب سيء، تقطع علاقتك بيه. تبدأ تقطع العلاقات بتاعت أصحاب السوء. صحاب السوء تقطع العلاقات بيهم، ادي حاجة. تاني حاجة، ابدأ حياتك من جديد. قرب من ربنا، صلي، اقرأ قرآن. صلي، اقرأ قرآن، وصلح علاقتك مع والدتك ووالدك وراضيهم. ويعني حاول على قدر الإمكان
انك تبقى اقوى من الاول، وان شاء الله هتقدر تبقى اقوى من الاول. بس اهم حاجة بطل سجاير واقطع علاقتك بكل اصحاب السوء، تمام؟ وركز في مستقبلك ودراستك. سؤالي ليك، ازاي اقدر ابدأ من جديد بعد الغلطة الكبيرة دي؟ انك تقرب من ربنا وتصلي وتقرأ قرآن وتصلح علاقتك مع والدك ووالدتك وتبدأ من جديد، واقطع علاقتك بكل اصدقاء السوء، وذاكر واجتهد وركز في مستقبلك. وازاي استرجع ثقة اهلي اللي خسرتها واثبت لهم اني انا لسه موجود؟ هتقدر تسترجع ثقة اهلك في حال ان انت بطلت تشرب سجاير وبقيت احسن من الاول، وقطعت اصحاب السوء، وتبطل تشرب سجاير وتقرب من ربنا وتصلي وتقرأ قرآن وتذاكر وتجتهد وترجع متفوق زي الاول. وان شاء الله ثقة اهلك هترجع فيك، وان شاء الله هتقدر تسترجع ثقة اهلك. واتمنى اني اكون افدتك، واتمنى ان انت تعمل بالنصائح دي، واتمنى انك ترجع احسن من الاول وترجع متفوق زي الاول واحسن. ونشوفكم في حلقة جديدة، والى اللقاء.